تسلمي لي يا ورده يا بنتي، تسلم ايدك. تحب اعمل لك شاي؟ لا شاي ايه؟ الحاج تعبان عايز يريح. ولا في ايه؟ اعملوا شاي يا ورده. شاي ايه؟ الله، اخوك عنده حق. الجته برضه بتبقى تعبانه وعاوزه ترتاح حبتين. عن اذنكم وانا بقى. انام معاكم؟ وماله؟ سامة ما تشوف اخوك. بابا هينام لوحده النهارده، اتكل على الله يا حاج، انت مالكش دعوه بطارق. عن اذنك يا ورده يا بنتي. اتفضل يا عم. زبدتي. انت بتقفل باب المفتاح ليه يا راجل انت؟ الله 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 الله، مش ده السيم اللي بينا ولا ايه؟ ده بيكون فيه الحتة بتاتا والحتة بتاتو بن سكر ولا ايه؟ ايه؟ لا وحشتيني يا زبدة روح أم اللي خلفوني. ما تشوفش وحش يا سيدي. فهمتك. بدل انت على النغواشة دي وتتمنعنا تبقى انت عاوزة تلعبي. وماله؟ نلعب يا جميل. بدل هيبقى في بعدها بقى الحاجة بتاتا والحاجة بتاتو. تعالى يا ولد. لا تعالى ايه؟ تعالى يا ولد. يا راجل سيبني يا راجل. قفشتك. يا راجل عيب عليك اتلم بقى. عيب ليه؟ الله وحشني يا جميل. اشحال لما كنتش تعبان وخارج من الحبس. لا تعبان من ايه؟ اوعى تقولي كلمة تعبان دي، أنا بقوة 100 حصان، مش حصان عادي كمان، حصان أبو قرن ده وجناحين، أرفرف، نفسي أرفرف. انا ما اجوزلكش ما اجوزلكش. سألت عليها دي ما فيهاش حاجة، يعني عقد جديد مهر جديد. ما هو ما بقاش ينفع. ليه؟ الهارية دي ليه؟ نفسي أفهم بس. اصل انا اتجوزت واحد تاني. بتهزري؟ والله العظيم بتكلم بجد يا فرحات. ليه كده؟ ليه كده يا زبدة؟ فرحات الحتبة تاتوه. يا لهوي العون يا ناس. مش حذرتك قبل كده انك تزعليه او تضايقيه؟ ها؟ انطقي. ايه حكايه جوزك التاني ده؟ اديني بس فرصة انا هشرح لك واقول لك. انطقي. مين الوقت اللي انت على ذمته؟ وجوزتيه ازاي؟ وامتى؟ الدكش وقف لي محامي ورفع لي قضية خلع، وبعد كده اتجوزت انا وهو. دوكش؟ اتجوزت الدوكش؟ يعني التقسيم اللي كان بيقسمه عليها الفترة اللي فاتت كان بشوقك وترتيبك معاه، ها؟ انا ماليش دعوة، ولا ما اعرفش هو بيعمل ايه، انا ذنبي ايه؟ فين حكم الخلع ده؟ فين؟ معيش حاجة، كل حاجة مع الدكش، حتى قسيمة الجواز معايا انا ما خدتش حاجة. انت جننت يا سيد؟ جننت حاجة يا سيد، ما تضربش احبسك انت ووردة يا سيد. ما بطلت بقى، بطلت اللعب. انت يا روح امك، انت بتعدي على الحكومة كده يا سيد؟ والحكومة مالها ومال افعالك الوسخة يا نجس؟ اطلع بحكم الخلع بتاع مرات ابويا، اطلع. ما تسألها ما هو معاه. انتوا هتلعبوا بيا الكورة، هي تقول لي معاك وانت تقول لي معاها، هتسقطوني لبعض يا ولاد الكلب وتضيع الراجل وسطيكوا. يا سيد بطل ضرب، هموت في ايدك يا سيد، انت راجل شباب ولا صاحب مرض. صاحب مرض؟ ده انت صاحب سو وصاحب ابليس. بقى كل الفترة اللي فاتت دي بتلعب بيها الكورة عشان تبعد عنها، وهي على ذمتك يا وسخ. هتضيع الراجل وسطيكوا يا نمم. طب وقف ضرب وانا اقول لك على كل حاجه. وفلوسي فلوسي يا عم هديها لك بقى، بس هاتها لوجه الله. اتفضل نايل. اطلع. مفيش حكم خلع من اساسه. يعني ايه؟ يعني انا ثبت زبيده واشتغلتها لما لقيتها عايزه تاخد مني اجره المحامي. فهمتها ان انا جبت محامي ورفعت قضيه، وبعد شويه قلت لها ان احنا كسبنا قضيه الخلع. وعد الجواز؟ لا، كله اللي عاد الجواز ده شرع وعند مأذون وعلى يد شهود وعلى سنة الله ورسوله. لا عارف ربنا يروح امك. يعني ايه؟ الست دي على ذمة راجلين دلوقتي؟ بس الشهاده لله عرب، زبيده ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. انا لعبت الموضوع ده كله بعيد عنها. يا نهار اسود. هروح اقول ايه للراجل الخلصان اللي هناك دلوقتي؟